السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال بصحه جيده. نقدم لكم اليوم بسطيله الدجاج ديال المناسبات، غادي نديرها لكم بجميع التفاصيل ديالها بطريقه سهله باش كلشي يقدر يصاوبها، ونعطيكم جميع الاسرار ديالها باش تجيكم مقرمشه وتجيكم في نفس الوقت معلكه. البسطيله المغربيه التقليديه على حقها وطريقه. والبلا الثاني فاخذ الخروف المشوي في الفرن السر باش يجي يذوب في الفرن. بالنسبه للدجاج نحيدوا ليه الجلده، نغسلوه بالحامض والزنجبيل والملحه، نغسلوه مزيان بالماء باش ما تبقاش لينا الحامض في الدجاج ونخليوه ينشف. نضيفوا الملح حسب الرغبه. هنايا ضفت 2 معالق صغار عامرين ديال الملح. غادي نعطيكم القوام ديال 2 بسطيلات الحطه ديال 45 ديال المناسبات والاعراس. كل واحد البسطيله كان دجاج صغير غادي ديروا 3 ديال الدجاجات، كانوا الدجاجات هكا وافيين كديروا غير 2 دجاجات. بالنسبه لواحد البسطيله هنايا دوبلت المقادير حيتاش غادي نعمل 2 ديال ضفت 2 معالق صغار عامرين ديال الخرقوم، 2 معالق صغار ديال الزنجبيل. ما كانش عندي العطريه ديال البسطيله، عوضتها بهاد المعلقه صغيره ديال القعقله وبسبيسه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، زدت مكعب صغير ديال نكهه الزعفران، وغادي نضيف تقريبا واحد الكاس ديال المسخون اللي رطبت فيه زعفران شاره. نخلطوا مزيان هاد التوابل، ندخلوها في الدجاج ونخليوها ترقد ويدخل دوك التوابل في الدجاج، هكا كيجي الدجاج احسن وكيجي لذيذ. من الاحسن هاد التوابل ترقد لينا في الدجاج ليله كامله، الا ما كانش الوقت قدو تخليوها هكا غير واحد الساعه كافيه. هنا غادي نخلي الدجاج يتشرب ليا ديك العطريه، وغادي نمروا اللوز. غادي نقليوه في زيت بارده على نار مهيله باش يطيب لينا هكا مزيان من الداخل ويجينا مقرمش. في كل واحد بسطيله كنديروا 700 غرام حتى الكيلو ديال اللوز. السير باش تجيكم البسطيله هكا معلكه ضروري اللوز ديروه بهذه الطريقه هذه اللي غنقول لكم عليها. غادي تقسموه الى نصفين، نصف غادي طحنوه حتى يطلق الزيت ديالو، والنصف الاخر غادي غير تهرمشوه. هذا اللي كيبان في الصوره هو النصف اللي طحنتوه حتى طلق الزيت ديالو. ضفت عليه 3 المعالق كبار ديال السكر الناعم. انا كنوريكم النصف الاخر اللي هرمشته. كنضيفوا عليه ملعقه كبيره ونصف ديال القرفه. بالنسبه للقرفه تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب الذوق، كما وريتكم هكا كتجي صراحه كتجي المعقوله. القرفه ما كتجيش مجهده وما كتجيش قليله. هنايا كنضيف 2 معالق كبار ديال العسل. من الاحسن ديروا عسل الحر هكا باش تجيكم البسطيله لذيذه. غادي نمروا النصف الثاني اللوز اللي غادي نهرمشو. نفس العمليه اللي عملتها في اللوز اللي طحنته حتى طلق الزيت ديالو، غادي نعمل نفس الشيء للوز اللي غير غادي نهرمشو. غير شنو هي، الا كان عندكم الروبو كبير يعني تقدوا ديروا اللوز طحنوه خطره واحده يعني، وكديروا هاد السكر والقرفه كلشي كتجمع لكم خطره واحده. ما كانش عندكم هكا بحالي غادي تحاولوا انكم من طحنوه تخلطوه. نجمعوا القسمه الاولى اللي طحناه مزيان والقسمه الثانيه اللي هرمشنا، نحاولوا نعجنوهم بزوج ونسجموهم مع بعضهم بعض. طحنوا مع اللوز واحد الساشي ديال الزهر، انا ما كانش عندي لهذا ما درتوش. بعد ما ساليت اللوز غادي نمروا هنايا الطياب ديال الدجاج. عندي هنايا 3 كيلو ونصف ديال البصل، قطعتها هكا مربعات. غادي نضيف عليها الدجاج. فوق البوطه على نار مهيله غادي نضيف كاس ديال زيت المائده وكاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه للكاس اللي كيوزن 120 غرام اولا كاس ديال العلبه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال السمن، معلقه هكا عامره صغيره ديال السمن. كتزيد هاد السمن كيزيد واحد اللذه زوينه بزاف. كنضيف 4 ديال العويدات ديال القرفه، ونضيف ربطه ديال المعدنوس ونص ربطه ديال القزبر اللي طحنتهم هكا مزيان. من يطيب الدجاج كنحيدوه كنخليو غير المرق كنفرتوه، كيبقى لنا المرق كما شفتوا معايا كيجينا بهذه الطريقه هذه. هنا غادي نضيف له البيض. ضفت هنايا 16 البيضه، كنضيفوها هكا تدريجيا وحنا كنحركوا. وللتذكير كل واحد البسطيله كنضيفوا ليها 8 ديال البيضات. هنا مع غادي نديروا 2 ديال البسطيلات، هنا ضفت 16 البيضه. كندير المونتاج ولاحظت اني ما صورتش 2 معالق ديال ماء الزهر اللي ضفتهم على الخليط قبل ما نضيف البيض. بالنسبه للبسطيلات حضرتهم في المنزل ديال الصديقه ديالي بمناسبه عيد الميلاد ديال البنوته ديالها، الله يجعل ربي يخليها لها ويطول في عمرها. صافي غادي نستمر هكا في التحراك حتى يطيب لينا البيض، حتى توجد لينا عقده البصل. البسطيله غادي نديرها بورقه الفيلو، بالنسبه ليا كتجيني احسن. الورقه كتبقى مقرمشه كما كتعرفوا، ورقه الفيلو كتكون رقيقه بزاف يعني واخا كتكثري الورقه ما كتبقاش معجنه، كتبقى تجينا هكا مقرمشه وكتجي لذيذه احسن. كناخذ 2 ورقات، ما ناخذوش غير وحده حيت دغيا غادي تقطع معكم. كندهنوا بالخليط ديال الزيت والزبده. بالنسبه للزبده انا خليتها هكا شويه غلات تبخر منها داك الحليب ديالها، هكا كتجينا بوغ نوازيت. وطريقه ديال الطلبات كما كنقولوا حنا المغاربه راها موضحه في الفيديو.
الطبقه الاولى كندير اللوز حيت غادي نقلب البسطيله باش يجيني هكا في الاول. العقده ديال اللوز خاصها تجينا بهذه الطريقه هكا، تجينا معلكه. من نقطعوا البسطيله كتجي بحال كتقطعي شي طاغط، كتجي هكا متماسكه مع بعضها وهذوك الطبقات كيجيو باينين وواضحين. ضفت الطبقه الثانيه ديال الدجاج وغادي نضيف عقده البصل. واحد السر باش تجيكم الورقه هكا مقرمشه واحد المده طويله واخا بردت لكم البسطيله، خصوصا الورقه العاديه ديال البسطيله من كتبرد ما كتبقاش هكا مقرمشه. غادي ديروا الخليط ما بين السكر الناعم والقرفه كما شفتوا. انا كنلمط ومام طون كنرش هكا وكندهن بالزبده ولا مخلطه مع الزيت. غادي ناخذ واحد الكوردون ونحاول انني ندير هكا بعض الثقب في البسطيله. هنا غادي نغلفها بالسلوفان وغادي نخليوها ليله كامله في الثلاجه حتى لغدا ان شاء الله، وطيب على نار مهيله على درجه 170. تاخذ راحتها في الطياب باش الورقه طيب حتى من الداخل. الا جهتوا ليها النار الورقه غادي طيب، غادي تحمر غير على برا، والداخل كتبقى هكا معجنه. بالنسبه للحم اللي غادي ندخلوه الفران يتشوى، كنعمل هنايا الملح، كنحاول انني ندخل الملح مزيان في اللحم باش ما يجيناش هكا باسل ويطيب صامت. بغيتو تشرملوه لكم الاختيار. انا بالنسبه ليا اللحم ملي كندخلو الفران كنبغي ندهنو غير بالزبده، كيجي بحال الا مشوي في الفحم كيجي لذيذ احسن. كندير هكا ثقوب بالسكين، هذاك ثقوب غادي ندخل فيهم الثومه، غادي نقلبوا للجهه الثانيه وغادي نفلحوا هكا بالموس باش يطيب لينا مزيان، وباش ندخلوا حتى الزبده هكا لداخل باش يجينا اللحم طري وفتين. كما شفتوا معايا في الصوره بعد ما دهنتو مزيان هنايا بيتناه ليله كامله. في الصباح دارتو يطيب على درجه حراره 180 حتى ل 200، مهم 4 السوايع. شعلوا عليه الفرن من الفوق ومن التحت. كنغلفوه في الاول بالبابي كويسون، عاد كنديروا عليه البابي الومنيوم، نخليوه ياخذ راحته في الطياب ويتبع المهل هكا باش يدخل فيه الطياب لداخل ويجي نفتي ويجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. مهم كما قلت لكم انا عملت جوج بنفس التزيين. كنا غادي نديروا البريوات ولكن لضيق الوقت، خصوصا درنا اشياء اخرى ما قدناش الوقت باش نديروهم، حيت البريوات صراحه كيعطيو واحد الجماليه للديكور ديال البسطيله. اللحم كيتشوى في الفران بعد ما كيطيب ب4 السوايع كما قلت لكم. نحلو لي بابي وكنخليوه يزيد يحمر. عطينا هذا اللون الذهبي الزوين كما شفتوا معايا. كل جلسه ما تحلاش الا بوجود البريري ديال الشاي المغربي بطبيعه الحال. خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو عزيزاتي وعجبكم البسطيله ما تنساونيش باللايكات ديالكم والاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في القناه ديالي. الى فيديو قادم عزيزاتي، مع السلامه.